لا نودع سرا، ونحن نجهر بسمعة ولاية باتنا في مجال تربية الدواجن التي نافستها فيها عديد الولايات وجعلتها تتقهقر من تغطية 40% من حاجيات السوق الوطني إلى 27% دون أن تفقدها الريادة في ذلك، حيث احتلت السنة الماضية المرتبة الأولى في إنتاج البيض والثانية في إنتاج اللحوم البيضاء. باتنا هي تحت المرتبة الأولى وطنيا فيما يخص إنتاج البيض بحوالي 9 ملايين دجاجة تاع بيض اللي راهي موجودة في الميدان. هذه يأطرها حوالي 1200 مربي دواجن. فيما يخص تربية دجاج اللحم، يعني عندنا حوالي 21 مليون دجاجة في السنة، يعني هذا كم كبير. إلى إحدى أهم البلديات في تربية الدواجن انتقلنا، عين ياقوت، التي تتوفر على أكبر مركب لتربية الدواجن يختزل مختلف مكونات هذه الشعبة، من تربية الفلوس، الأمهات، الفرخات المنطلقة، إلى تحويل لحوم الدواجن وتصنيع أغذية الدجاج بتكلفة 23 مليار سنتيم وطاقة إنتاج تعادل 40 ألف دجاجة بيض و25 ألف دجاج لحم سنوياً. بدينا في 1985 بالنقيطة، درنا مستودع واحد بشوية، 2 3 4 جايين بشوية حتى لحقنا إلى تربية الدواجن من يوم تفريغ فلوس واحد حتى نهاية اللحوم. 2003 أسسنا التعاونية هذه على كل حال، انخرطنا فيها في 7 فاميليا، كل ولادي عائلتي وكل على المسير نتاعها. الحمد لله رانا نسيروا فيها في رحمة ربي ناجحين، على الأقل رانا في ناجحين تقريبا 80-90%. بتجهيز عصري يستجيب لمتطلبات النظافة يتم ذبح 2000 دجاجة في الساعة بهذا المذبح بمعدل إنتاج لحم يقدر ب18 ألف كيلوغرام يوميا، إضافة إلى إنتاج الكاشير بطاقة 30 قنطار يوميا. وحنايا كأطباء بيطريين بالقسم الفرعي الفلاحي يسمى بالوزارة الفلاحة نتبعوا فيهم يوميا، ويعملوا يخدموا على طريق الشروط المعمول بها في عالميا بالنظافة ولا بالتحاليل الطبية في البيطرية المعمول بها في المخابر ولا في كل شيء. ما زلنا مشروع خاص في اسمه سونتر ديلفاج، سونتر فيلتاج متكامل مع المذبحة تاع الدواجن على كل حال، قطعة أرضية باش ننزلوا فوق هذا المجمع لتربية الدواجن باش يكون المشروع نتاعنا متكامل على كل حال. لو كان ما يكونش المشروع نتاعنا هذا سونتر ديال فاس راهو ما يكونش ينتج مليح على كل حال. الفلاح كي يكون السوق مليح يخدم، إذا كان السوق ماهوش مليح راهو موش خدام. قادرين نولوا نحبسوا حنا ما نخدموش. تعاونية الرخاء والازدهار ليست سوى عينة من ضمن ما يقارب 1800 متجنة تعدها ولاية باتنا، تضمن إنتاجا سنويا من اللحوم البيضاء يقدر ب 438 ألف قنطار. في سنة 2002 كي جا لو بروغرام هذا نتاع لو بلان لو بي ان دي لو بلان ناسيونال دو ديفلوبمون اغريكول اللي يشجع الفلاحين، وحنا رانا نرافقوهم بالايام الدراسيه لي فيزيت كونساي، وفي الحقيقه يعني وكاين برامج اخرى بغض النظر عن الدعم الفلاحي كيما كناك لونساج اكسيتيرا، واللي خلى تربيه الدواجن تطورت مليح في دائره المعدل وخاصه في بلديه عين ياقوت.
ولنا في نموذج هذا الشاب ببلدية ولاد عوف دائرة عين توتة الذي استثمر في تخصصه الجامعي في مجال البيطرة ليستقل بمشروعه الخاص في تربية دواجن احترفتها عائلته، حيث تنتج المجن يوميا 10,000 صفيحة بيض أبيض القشرة. قليلون هم المربون الذين يستثمرون فيه، وإن كان الأغلب في مختلف الأسواق العربية والأوروبية والأكثر قابلية للتصدير. احنا كنا الاولين اللي دخلنا لاسوش بلونش هذه للجزائر. كانت مع الاول تخوف الفلاحين انه اول مره يربي لاسوش بلونش ماهيش سهل عليه، بصح الوقت الحالي هي اللي مطلوبه بزاف. الخصوصيه هو نفسه، لكن كاين اضافات نزيدهم في العلف يكون الابيض خير من الاحمر. واش من الاعراس اللي دير تاع الدجاج اللي دار هذا البيض الابيض؟ الاعراس كاينه لا اتش ان هي سلاله المانيه. هذا راهو عنده قيمه عاليه في السوق الخارجيه، وان شاء الله به رايحين ندخلوا سوق التصدير للبيض من الجزائر. هذه العينة تنم عن أهمية شعبة تتقاذفها هزات المضاربة في السوق من حين لآخر ومع مقدم المناسبات، وقد وجدت في فراغ تنظيمها مرتعا خصبا. بارابور الماضي الحمد لله راه الشعبة هذه تطورت بصفة متسارعة جدا، ورانا تقريبا محققين الاكتفاء الذاتي. الحمد لله راه تشغل مناصب شغل كبيره بزاف، رانا في حوالي مليون او اكثر مليون يعني اللي راهم يشتغلوا في هذا الشعبه. الشعبه هذه خصها غير بعض التنظيم والهيكله في شكل جمعيات وتحديد شويه وحسابات بعض الستاتيستيك على الكونسوماسيون موين تاع المستهلك الجزائري. وهذا ربما الضعف تاعنا حنايا، انه المهنيين ما نجموش يتكتلوا باش يخدموا بصفه جماعيه. عن بالهم كي يتكتلوا قد ما يتكتلوا قد ما رايحين ينقصوا تكاليف تاع الانتاج، وقد ما تكون القوه تاعهم كي يدخلوا السوق ولا كي يدخلوا التحويل ولا تكون كبيره، ماشي كما راه يدرك هكذا كل واحد وحده. احنا ماذا بينا، احنا رانا نسعوا باش نحثوا الفلاحين تاعنا والمستثمرين على انهم يتكتلوا في تجمعات شكل جمعيات شكل تعاونيات ولكن الشيء اللي يكفل بالشعبه من اولها الى حتى تحويل، وهذا راح يعطيهم قدره كبيره على اقتحام الاسواق وعلى التطوير تاع الانتاج. دواجن شعبه تقنيه محضه، يتطلب لقاحات، تتطلب تكنولوجيا، يعني يربوا عشوائيا بين كل مربي دواجن ومربي اخر لازم تعود تفصلهم الاخر مسافه كبيره باش ما توقعش الاخر انخلاط، باش الاوبئه ما ينتشروش. وثاني كاين لا تراسابيليتي باش تعود يعني من الانسان اللي شاد لا برودكسيون افيكول من لي برودكتور، يعني من راس القمه نتاع الاخر الدواجن التي تنتج الاخر لي غران بارونتو اللي يمدوا الاخرين لي برودكتور ستادير اللي يمدوا الدواجن المولده نتاع البيض واللحم، لازم يعودوا لا فيليار لا بيراميد تعود حاكمها ان سيستم دو هولدينغ واحد، يعني مجموعه اشخاص يعودوا يحكموا من فوق حتى عندهم كل شيء انتغري، اون ابل سا لانتيغراسيون. لن يضنينا مجهود البحث عن نماذج أخرى بولاية باتنا أو غيرها لتطور شعبة تربية الدواجن في السنوات الأخيرة، والتي تجعلنا